وركبها معه مخفيا سكينا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى ما أن وصلت أمام الجامعة، باقتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على إثرها، فولى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الزوج عنها وتهديده إياهم، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز سلاحا أبيض سكينا بدون مسوغا قانونيا على النحو المبين بالتحقيقات. السادة الحضور، لو تكرمتوا كل في مكانه، لو سمحتوا الانضباط، لو تكرمتوا الانضباط، افسحوا المكان. كل في مكانه يا حضرات. يا محمد قتلت نيرة يا محمد، يا بص لي انا، بص لي انا، قتلت نيرة بعد ما فكرت في هذا الموضوع. امين بعد فكرت في الموضوع، بس انا عايز الباشا اللي كان بيتكلم وبيقول ان انا عزلتها بعد ما هي وقفت الاعتراض بيه. انا عايز بس اساله انت كنت تعرف سؤال يا محمد الاول، ويعني هخليك تتكلم كما تحب وتقول كل اللي عندك. انت يا بهوات ان لم يحصل التزام سنمنع سنحظر النشر والتصوير. هذه محاكمه ولها قدسيتها، مش هنشتغل بامر هامشي على حساب العداله. انت فكرت يا محمد تقتلها وبعد كده جيت تقتلها مخصوص بعد التفكير ولا لا؟ فكرت في الموضوع اكيد، يعني عشان اشتريت السكينه وكده فكرت فيه. لكن انت ما تعرف لو في حديد يتفك؟ ايه؟ في حديد في ايديه يتفك؟ ما اعتقدش في فرصه للتخوف من الحديد، لا يمسك في حديد امام المحكمه مهما كان السبب. دفاع المتهم حاضر؟ اثبتت حضور سعادتك؟ ايوه تمام. قرب يا محمد، اديله المايك هو يمسكه بايده. قرب يا حبيبي. بس يا محمد كده، اجيب لك كرسي تقعد ولا قادر تقف؟ هات له كرسي. نسال السكرتاريه ويجيبوا كرسي يا محمد. كرسي يا جماعه. انت هتسمعني وانت قاعد وتجاوب عليا يا حبيبي. سيادة الأمين. اكتب يا استاذ محمد. سئل المتهم عن التهمة فاعترف وبقى. احكي لي يا محمد ايه اللي حصل؟ قرب المايك منك واحكي لي. تمام يا فندم. هو انا بس حابب ابين حاجه. الباشا المسؤول
بص يا محمد، تمام. انسى تقوله. اتفضل. اللي انا عايز اقوله ان انا وهي جينا ارتبطنا فتره من حياتنا في بدايه الكليه، وانا كنت مسؤول عنها، كنت بقعد اعمل لها كل حاجه هي محتاجاها، كل حاجه هي تطلبها، قرب المايك شويه من بقك. كل حاجه هي محتاجاها وكل حاجه هي تطلبها كنت انا بعملها لها. الكلام ده بشهاده اهلها، هي كانت حتى بتشتكي لي من اهلها وكده، وانا كنت واقف جنبها يعني بمثابه بمثابه حد مسؤول عنها. وكنا انا وهي متفقين على الخطوبه وكده، وكانت بتقول انها اهلها عارفين يعني وكده، وكل ده كان متسجل في محادثات ما بيني وما بينها. حتى مرات كتير كانت بتقول لي تعالى واقعد في البيت وكده واهلي عارفين، وانا كنت برفض يعني وكده لحد لان كنا احنا لسه في بدايه الارتباط يعني وكده، في بدايه الارتباط بس. ف بعد فترة من الارتباط اتضح انها كانت واخداني يعني ايه، يعني مرحلة في حياتها، عشان كانت حاطة في دماغها انها توصل لحاجات معينة، فهي كانت حاطة واخداني مرحلة ووصلت للحاجات دي كان بها والطيارة ما وصلتش، فايه هتفضل جنبي عادي. يعني كنت حابب ابين الناس اللي هم كانوا بيقولوا لي انا متشدد ومش متشدد، انا عرفتها وهي موديل وانا اصلا كنت مقدم حربيه وكده، يعني ماليش علاقه بالحاجات اللي هم بيتهموني بيها دي بس. ولما جينا ارتبطنا وكده حصل بقى أول خلاف. كانت هي اللي بتحكي لي، كانت بتقول لي إنها عايزة تسيب شغل الموديل وكده وتشتغل في مجالات تانية، وأنا عادي كنت عشان انا وهي بنحب بعض فما كانش فاهم معايا هي شغاله ايه ولا هتشتغل ايه، بس كنت بوافقها في كل حاجه. وبعد كده اتضح انها كانت بتكذب عليا، ولا كان في الكلام ده، ولا كان اهلها عارفين، ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي بتقول عليها دي، لحد ما حصل فتره بعد 3 شهور كده ولا حاجه. الكلام ده قبل تاني، وفي الفترة بقى اللي احنا قعدنا فيها كنا بنتقابل وكنا بننزل وكنا بنخرج في كل حتة، كنت بعمل لها كل اللي هي عايزاه. وبعدين حصل فترة اللي هي الوعد اللي هي 3 شهور دي، وبعدين جه حصل اللي هو الرجوع تاني يعني وكده. أول ما حصل الرجوع تاني كل الحاجات دي بقى موجودة، إنها كانت بتقعد تعيط لي تقول لي إن الكلام ده كله غصب عنها، وأنا كنت بلومها. كانت هي خلاص بقى بدأت في الإيه، في الطريق اللي هي ماشية فيه يعني وكده، فأنا كنت بلومها على طريقة حياتها يعني وكده. كانت تقعد تقول لي محدش بيصرف عليا، محدش بيديني جنيه وكده، كانت بتقعد تعيط. فأنا وقفت معاها تاني، وقفت جنبها تاني على أساس الوعد اللي كان بيني وبينها إنها تبعد بقى عن كل الحاجات اللي هي ماشية فيها دي. وكنا برضه بنتقابل بس كان قليل بقى في الفترة دي لأنها كانت في القاهرة. كان كل فترة لما تنزل المحلة كنا نتقابل، وتعرفت على مامتها في الفترة دي بس.
كانت بتقول لي بقى، بتحكي لي لو هو كان في يعني مشاكل ما بين باباها ومامتها، بس المشاكل عادية عادية. أنا ما كنتش أعرف نوع المشاكل دي أو المشاكل دي بس لحد بقى ما جه في مرة حصل بينا مشكلة وكده، وروحت البيت أشوف إيه الموضوع على أساس إن أهلها عارفين. اكتشفت بقى إن أبوها ما يعرفش أي حاجة، أمها بس هي اللي كانت عارفاني لأن أنا كنت وصلتهم قبل كده. وأبوها كان قاعد ما يعرفش الموضوع، فعلى باله إن أنا كنت جاي أتخانق مع بنته، فقعد يشد معايا وكده. وبعدين بقى بعد الموقف ده قعدنا أسبوعين بالظبط، وبعدين بقى بعد الأسبوعين دول المفروض كان في الفترة دي اللي هو خلاص أنا كنت بعمل لها كل حاجة، فاللي هو أنت يعني مش محتاجة اللي أنت بتعمليه ده. فكان ده الاتفاق اللي كان ما بيني وما بينها، لو أنا بعمل لك كل حاجة كان حجتك اللي محدش بيصرف عليكي، فأنا أنا بعمل لك كل حاجة وأنت مش محتاجة اللي أنت بتعمليه ده. فجه بقى في فترة من سنة ونص بقى بعد الحوار بتاع أهلها وكده، لقيت واحدة بتتصل بيا وبتهددني وبتقول لي لو فتحت بقك وهجيب لك رجالة من كذا ومن كذا، ولو طلبت بأي حاجة هعمل فيك وهسوي وهفضحك وهتبلع عليك كله. طبعا أنا بقى إيه اتصدمت. طبعا المكالمة دي استمرت ساعة. أنا بقى إيه اتصدمت فيها لأنها كانت قاعدة تقول كلام ليا طبعا ما ينفعش إن أنا أقوله، وكمية تهديدات. فأنا بقى إيه اتصدمت وكده. أهلي طبعا ما كانش عاجبهم الموضوع، لأنهم هما من الأهالي بيبقوا ليهم نظرة يعني إيه فارقة عننا، فاهمين الدنيا. فأهلي ما رضيتش أدخلهم في الموضوع لأنهم ما كانش عاجبهم الموضوع أصلا من الأول، ولا هي كانت عاجباهم وكده. فلما حصل الموضوع ده أنا فضلت مصدوم بقى فترة. وبعدين جيت بقى في يوم وقلت أقدرها اللي إيه الشتيمة اللي هي شتمتها وكده، فقمت جاي عامل إيميل وقمت داخل ورد لها كل الشتايم وكده رد اعتبار، بس عشان كانت هي عملت شتمت وقامت جاية عاملة بلوك من كل حتة. فقمت داخل لها من إيميل وقايل بقى إيه ورد اعتباري وردت على كل الكلام اللي هي إيه قالته. والمفروض بقى كان إنها كانت فاكرة اللي هو إيه كنا إحنا أياميها بداية الامتحانات يعني وكده، كانت فاكرة اللي بعد كده امتحانات سنة كام؟ إيه؟ امتحانات سنة كام؟ كان الموضوع كان الشتايم سنة كام؟ سنة أولى أو ثانية أو ثالثة؟ كان تاني. اتفضل بقى. كان بقى هي فاكرة إن هو اللي أنا هطالب بقى بكل الحاجات اللي هي بالحاجات اللي أنا عملتها يعني معاها يعني وكده. المهم جيت بقى أنا بعد ما يعني إيه رديت الشتايم اللي هي عملتها ورديت على الكلام اللي هي قالته يعني وكده. ما كانش كله شتايم يعني، أنا كنت رديت على الحاجات اللي هي قالتها، بس كان بعدها بأسبوعين لأن أنا قعدت فترة ما كنتش مصدق إنها هي اللي اتصلت وهي اللي كانت بتقول الكلام ده كله وبالشكل ده يعني. فرديت لها الحاجات دي كلها، وهي بقى كانت حاطة في دماغها إن أنا هرجع أطالب بكل حاجة. قامت جاية بعد ما صاحبتها
تقول لي انت لو فتحت بقك وطلبت بحاجة انا الحاجات دي كلها عاملة بيها محضر، الحاجات اللي انت الحاجات دي كلها انا عامل بيها محضر وهأذيك وهجيب لك وهجيب لك ناس يعني وكده لو فتحت بقك. وقعدنا 3 شهور نتحايل عليها ونقول لها يا ست احنا خلاص احنا مش عايزين حاجة منك، ولو على الحاجات اللي انا كتبتها ما انت يعني طبعا انت كتبتي زيها فخلاص اللي هو احنا ايه خالصين. فهي بقى كانت بتقول لأ ولو فكر يفتح بقه هعمل. وقعدنا 3 شهور نتحايل عليها يا ست احنا مش عايزين حاجة ولا هنطالب بحاجة وخلاص انت من طريق وهو من طريق ومش عايزين اي حاجة. وهي برضه مصممة انا هعمل وهسوي ونتقابل في النيابة ومش عارف ايه. فضلنا 3 شهور لحد شهر 3 يأست بقى سنة كام يا محمد؟ 2021. فانا بقى يأست بقى منها فقلت لها خلاص اللي انت عايزاه اعمليه. انا قاعد اقول لك انت اللي اذياني وانت اللي عاملاني وبعدين بقول لك انا مش عايز حاجه وانت عماله تقولي هعمل فيك وهسوي كذا وانا ما عملتش اي حاجه. فخلاص اعملي اللي انت ايه عايزاه بس على حاجه بقى ايه على حاجه انا ايه عملتها مش حاجه متلفقه يعني وكده. الكلام ده كان في شهر 3. فانا كنت بكلم اهلها علشان ايه اللي هو يعني حلو الموضوع. هي اصغر اخواتها فكنت بقول ايه ابعت لامها وابوها واخواتها اللي هم ايه يساعدونا ننهي الحوار ده. قالوا لي ايه احنا ملناش دعوه واتكلم معاها. دول اخواتها البنات ابوها وامها عملوا بلوك. اخواتها البنات قالوا لي احنا ملناش دعوه واحنا ناس متجوزه وانتوا حرين مع بعض وملناش دعوه بالكلام ده. واتكلم معاها في الكليه. جيت اتكلم معاها في الكليه. الكلام ده كان بدايه سنة ثالثة؟ بداية سنة ثالثة؟ لا بدايه امتحانات اخر السنه سنه ثانيه. في سنة ثانية اتفضل. فانا بقى ايه رحت اتكلم معاها في الكليه على اساس اللي هم من الكلام اللي هم على اساس كلام اهلها المفروض انا قلت بقى هم ايه مفهمينها وكده. فواحد اتكلم معاه في الكليه وطلع ده كمين. واحد اتبلت عليا وقال لي ده كان عايز يتهجم عليا وبيتعرض لي وكلام بقى كتير بقى. فالامن جه خد بطاقتها وخد الامن ما كانش مصدقها لان انا في الكليه معظم الناس عارفيني هناك فعارفين ان انا ماليش في الحاجات اللي هي بتقول عليها دي. فالامن جه خد بطاقتها وخد بطاقتي ورحنا بقى بعد الامتحان زي تحقيق كده. هي بقى عماله تقول للامن يعني وكده تقول لظابط الامن انا معرفوش وواحد بيطاردني واتقدم لي واهلي رفضوه فمش عارف راح طاردني وبيتهجم عليا وبيتعرض لي في كل حته والكلام ده ومعرفوش وماليش اي علاقه بيه. وبعدين بقى فظابط الامن جه بيقول لي الكلام ده. فانا قمت جاي فاتح الموبايل وطلعت له بقى كل حاجه. فظابط الامن قال لي ايه ده انتوا بقالكم اهو سنه بتتكلموا امال ايه الكلام اللي هي بتقوله ده. وسمعته بقى كل حاجه المحادثات بقى اللي ما بيننا وكده. ففهمها يعني فهم انها بتحور وكده. فاهم انها بتحور وكده. فقال لي يا ابني دي بنت مصت دمك وفي الاخر رميتك وانا لو منك انا ايه افكس لها وكده. قلت له يا باشا انا كنت جاي اتكلم معاها على اساس اللي هو على
على اساس الكلام اللي سمعته من اهلها اللي هم قالوا لي اتكلم معاها وشوف ايه الخلاف ولموا اللي ايه الدنيا مع بعض. فانا كنت رايح على الاساس ده ولا في اي كلمه من الكلام اللي هي قالته ايه مظبوط يعني وكده. بس فقام جاي اداني بطاقتي ومشاني، معرفش بعمل معاه ايه بقى بعد كده. لغاية هذا التاريخ يا محمد لما أقنعت الضابط في الجامعة أن بينكما علاقة. مش اقنعته، هو شاف هو شاف كل حاجة. أقنعته باللي شافه. لما شاف هات مناديل يعني. هي بقى طول الفترة في الكلية عمالة تقول إن أنا الكلام بقى اللي هي بتقوله هي وقالها إن أنا مش عارف عايز أرتبط بيها غصب عنها، وإنها مش عارف إيه وكده، وإنها واحدة مظلومة. طبعا اللي عارفيني ما بيسمعوش، واللي ما يعرفش بقى بيقوم جاي بقى إيه بيصدقها وكده وبيسمع إيه ويسمع كلامها. وهي بقى كانت مستغلية إنها إيه؟ إنها بنت يعني وكده، وتخش بقى تكلم شباب وتقول بقى حاجات الفترة دي بقى كنا احنا لسه في تانية. بقى بعد كده انا خدت الشتايم بتاعها والصور وكده وبعتها لايه؟ لقرايبها. فقرايبها قالوا لي انت كده بتشهر ومش بتشهر بيه. قلت لهم انا مش بشهر، انا الصور دي انا مش جايبها من بره، الصور دي بنتكم هي اللي منزلاها، والشتايم دي بصوت بنتكم، وكل الحاجات دي بصوت بنتكم، والكلام ده كله كلام بنتكم. فانا مش مسجل لها حاجه غصب عنها، ولا مصور لها حاجه غصب عنها. ده الحاجات دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها بإرادتها ومن غير أي طريقة وحشة يعني. فقالوا لي ماشي واحنا غلطانين وعايزين بقى نلم الموضوع ونحل الخلاف اللي ما بينكم يعني وكده، واحنا كنا غلطانين. الكلام ده كلام أمها وكلام أبوها. طب عايزين نقابلك، كانوا عايزين يجوا لي البيت وكده. فأنا قلت لهم بدأنا سنة ثالثة يا محمد. بدأنا سنة ثالثة أو من صيف الذي أعقب امتحان ثانية. بعد امتحان ثانية ما خلص العلاقة كانت شكلها إيه؟ ما هو أنا عايز أحكي على حاجة مهمة. اتفضل. في الفترة دي قالوا لي بقى اللي إحنا عايزين نحل الموضوع وكده. فانا صدقتهم وقمت جاي رايح وما قلتش حتى لحد لا من اهلي ولا من صحابي. فرحت لهم البيت، راحوا جابوا لي بلطجيه ومضوني على وصولات وكمبيالات وحاجات من دي على بياض. ابوها قال لي وش كده، قال لي انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انتوا حرين مع بعض، تولع فيك تولع فيها، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، وخلاص انا شايل ايدي منها وانتوا حرين مع بعض، بس احنا هنوضيك على الكلام ده كله عشان نضمن اللي انت بعد كده ما تجيبش سيرتنا في اي حاجه.
ومضي بقى على الوصولات وكده، وخلصت بقى السنة تانية على كده. اتفضل. من هنا بقى فكرت ان انا بقى ايه انتقم منها بقى لما جه. كانت دراسة الثالثة بدأت ولا لسه؟ كان ايه؟ كانت دراسة سنة ثالثة بدأت ولا لسه؟ كنا داخلين عليه. كان لما تاني عملت جلسة الصلح العرفي ثم وقعت على الأوراق. مش صلح، هم كانوا بيقولوا لي اللي هو صلح. انا بقى على قولك يعني، خدعوك على قولك. ايوه. هنا بدأت يعني كان باقي قد ايه على الدراسة بتاعت سنة ثالثة؟ شهرين كده ولا حاجة. في شهرين حصل ايه؟ شهرين بقى انا ما كنتش حاطط في دماغي اللي انا اموتها. انا جات لي فكرة اللي انا انتقم لنفسي، اللي هو انتوا كده اذيتوني كتير وهتضروني وكده، فجات لي الفكرة اللي انا امتى جات لك؟ ايه؟ امتى؟ ما جات لي فكرة الانتقام اليوم ده، بس مش بالشكل اللي هو ايه. كانت الدراسة سنة ثالثة بدأت ولا لسه؟ كان لسه شهر. كان لسه شهرين. كمل يا محمد. وكان بس انا جات لي فكرة الانتقام مش بالشكل اللي بقى انا ايه مش بالشكل اللي انا نفذته. هي جات لي فكرة الانتقام اللي هو ارد ايه اعتباري وكرامتي بس. دي الفكرة اللي جات لي. مع بداية بقى تالتة هي بقى استمرت في انها بقى تلسن عليا وتقول كلام ما بيحصلش. ما حاولتش تقرب منها في الفترة دي؟ ايه؟ ما حاولتش تقربوا من بعض؟ حاولت بقى عشان الفكرة اللي جات لك الانتقام لا مش تروح لدماغك. انا حاولت، انا قلت ايه، كان حاولت ان انا اهدي الموضوع، اللي انا ايه ما اخدش الموضوع على كرامتي واتعامل معاها كويس تاني. لكن هي ما كانتش يعني ايه بتصدق ايه؟ ما تديكش فرصة. كان بقى الناس بقى فهموني، قالوا لي هي تلاقيها فاكره ان انت بتعمل كده عشان توقعها، ما نعرفش ان انت يعني ايه، ان دي مشاعرك بجد يعني، وان انت يعني ايه نفسك تنهي الموضوع ومش عايز اي خناقات وخلافات يعني وكده، لان ولا عايز اتاذى ولا عايز يحصل اي مشاكل. فكنت ابعت لها بقى يعني كلام كويس وكده، فاهلها بقى كانوا يعني يمسكوا الكلام ده ويقولوا ده بيجري وراها مش بيجري وراها، وانا كان قصدي ان انا احاول ان انا يعني ابين لها ان انا يا ستي مفيش في دماغي انتقام، وانا مسامح في اللي انت عملتيه، وننهي الحاجات دي بقى. بس ده اللي كان قصدي، ده اللي كنت اقصده من كلامي. لحد بقى ما جه تالتة وكده، بداية تالتة هي بقى جه ابوها كلمني على موبايل. يعني سيد معاك. اتفضل يا محمد. لحد قبل بداية تالتة بحاجة بسيطة باباها كلمني وكده، معرفش كان عايز ايه وكده، فقال لي احنا لازم نتقابل، وانا هتأذيك بسبب الموضوع هتأذيك بسبب الموضوع بتاعكم كتير، وعايزين نقعد ونشوف حل يعني، ومحتاج مساعدتك وكده. فانا ما اعرفش هو كان عايز ايه بالظبط، فنزلت قبله. فهنا بقى كان يعني ما كانتش صدمه بالنسبه لي، لان انا كنت من اللي انا سمعته ومن اللي انا شفته ده كان يعني في دماغي، يعني ده كان
متوقع ده في دماغي، متوقع ان ده هو اللي حصل يعني. فقعد يقول لي انا زيك، انت اتضحك عليك وانا اتضحك عليا. وهي امها هي السبب في الكلام ده كله، وهي اللي كانت هي اللي عايزاه كده، وهي اللي بتقول لها يعني اعرفي ده وسيبي ده واعرفي ده، خدي يعني خدي مصلحتك يعني من كذا حد يعني. قعد يقول لي ان لو مش قادر تكمل اديك استراحه، تقدر تكمل اتفضل. اكمل بس اتفضل اكمل بس الموضوع. اتفضل. فقال لي يا محمد انا اتضحك عليا زيك، وهي امها هي اللي كانت مساعداها في الموضوع ده كله، وانا غصب عني. قلت له امال انا لما جيت لك قعدت تقول انا قلت له امال انا لما جيت لك يعني وكده، لما جيت البيت قعدت تقول لي اللي هو انا ماليش دعوه وكذا وكذا. وقال لي وانا كنت بقول الكلام ده كله عشان امها هي اللي كانت هي اللي كانت ماسكه الدنيا، وكانت بتخليني اقول كده، ولو كنت قلت غير الكلام ده كانت بتبعت لي اهلها ويشدوا معايا يعني وكده، وتحصل مشاكل. فانا كنت مضطر ان انا اقول لك الكلام ده. وقعد يحلف لي على المصحف، وقعد يعيط يقول لي انا زيك. انا اتفضحت، وهي فضحتني في يعني في مستوى مدرسته، في مستوى منطقته وكده. بيقول لي مش على الموضوع بتاعك بس، مواضيع كتير. اللي انا عرفته بقى من بعد كده من اخو جوز اختها، كان في الفتره اللي احنا كنا مرتبطين فيها، طلع انها كانت بتعرف على واحد، انا مش عايز بس اقول الكلام ده عشان ما يبقاش حرام عليا، بس هي كانت بتعرف على واحد وبتروح معاه مرسى مطروح بالعربيه بتاعته عشان يدخلها في عالم اللي هو التصوير والقاهره والحاجات دي بس. حاولت تقرب منها بعد والدها ما وعدك وما قدرش ينفذ؟ حاولت تقرب منها؟ والدها ما قدرش ينفذ. ليه؟ انا ووالدها كنا متفقين على كل حاجه. بعد الاتفاق حاولت تقرب منها هي شخصيا؟ انا عايز بس اتفضل اوضح نقطه بس. نعم. الاتفاق اللي كان ما بيني وما بين ابوها كان اللي هو كان بيقول لي ان انا كل الحاجات اللي حصلت دي غصب عني، وكان هو عايز يعني انا ما كنتش عايز حاجه ليه. هو كان بيقول لي ان انت ساعدني عشان انا هلم بيتي من الاتفاق اللي ما بيني وما بينك. فاللي هو كان بيقول لي ساعدني ان انت تعرف انا كل حاجه، فساعدني ان انا اجيبها. ولما انا اجيبها كانت امه سايبه له مراته اللي هي امها سايبه له البيت، فما تعرف انها جت ترجع وبيته يتلم وكده. فبيقول لي ساعدني ان انا بيتي يتلم وكده، والكلام ده مظبوط في المحله. وراح وكان اللي راح الاسم يعني هناك في المحله، وكان رفع قضيه انها متغيبه وكده، ما اعرفش هي فين. طب يا محمد عشان يعني لا ترهق اكتر من كده، انت عايز تتكلم فانت بتتكلم بالتفصيل قوي. بتكلم بالتفصيل عشان حاجات بس
يعني عايز تكمل يعني. ما اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ما تقعش بس اتفضل. مني. اتفضل. ماشي. فالمهم كان بيشتكي لي بقى، بيقول لي ايه، بيقول لي كان بيقول لي هي لما كان يحصل مشكلة وكده كان أمها اللي هي مراته تقف له وتجيب له أهلها يعني وكده، وتقول لبنته لأن هي هاتوا له ظابط من اللي انت تعرفيهم عشان يقدمهم. ده هو اللي كان بيقول لي الكلام ده على لسانه، انا ما افتريتش على حد، هو اللي كان بيحكي لي الكلام ده كله. يقول لي انا كان كل ده غصب عني، وانا كنت بروح وبشتغل وغايب عن البيت عشان اجيب الفلوس يعني وكده، لكن امها هي اللي كانت عايزاها تطلع بالشكل ده، والشكل ده هو السبب في اللي حصل لك يعني وكده، اللي هي التربيه اللي هي طبقتها دي كان سبب في اللي هو ايه، في اللي هو حصل لك يعني. طيب يا محمد، امتى بقى يعني حسيت ان مفيش فايده ونويت يعني تكتب؟ امتى؟ هو بقى بعد الموضوع ده ما تمش وكده، جم جابوا لي بلطجيه وكده، يعني الموضوع ده اللي كانت فاهمه بيني وما بين ابوها، امها عرفت بيه، فبعتت له بلطجيه يعني وكده، وبعتت لي انا كمان بلطجيه، عشان بقى ايه اللي هو نشيل ايدينا من الاتفاق، واللي هم يخوفوني واسكت وابعد بقى عن الكلام ده كله. فانا بقى كان في دماغي ان انا انتقم، بس مش بالشكل ده. وجه بعدها لقيت واحد ظابط داخل يكلمني، بيقول لي انت لو ما بعدتش عن نيرة انا هجيبك. معرفوش الظابط ده، هو مش الشلة بتاعها، ومن القاهرة اصلا مش من هنا. ويقول لي انت لو ما بعدتش وشلت نفسك من الحوارات دي كلها انا هجيبك وهلفلك قواضي وكده، الكلام ده كله على الفيس. وبعدها بيومين الفيس بتاعي اتقفل، في الفيسبوك بتاعي اتقفل، اللي هو الايميل اللي هو الشخص اللي هو كان باعت عليه. امتى فكرت في القتل يا محمد؟ فكرت في القتل بقى بعد كمية بقى حاجات بقى، اللي هو انا خلاص مش فاكر، بس هو بعتوهم طلعوا عارفين اهلي وكده، فما رضوش يعملوا حاجه. احكي لي على يوم لما طلعت من المحله، وجيت ازاي وامتى وعرفت ازاي انها يعني ريحه المنصوره في هذا اليوم؟ فاكر مع الحكايه دي؟ ما هو احنا بنروح الامتحان عادي. يعني اليوم ده كان عندك امتحان عادي. طيب كان في اتوبيس واقف وحمل وانت واقف وما ركبتش ليه؟ لا انا كنت انا بقالي. انت وصلت الساعه 10 ودقيقه وما ركبتش غير 11 و10 وثلث لما هي جت. لا مش لما هي جت، انا واصل 10 و10. تمام. والباص كان طلع، الباص اللي بيتحرك بعدها ب10:30. شفتها وهي بتركب فيه؟ لا ده هي جايه راكبه، انا ما اعرفش انها بتركب فيه. نعم. ده انا كنت ناوي، كنت بقى قلت خلاص انا هستناها وهي داخله وكده، وهي داخله من بره. وكنت بقى بتمنى اللي هو يعني ايه، بقول اللي هو يعني يا رب انها ما تيجي متاخر
او انا لما اوصل متاخر وما نتقابلش واليوم يعدي وما يحصلش حاجه بقى. كويس. فببص بقى رايح اركب الباص، المفروض الباص اللي هو ايه 10:30 ده، لقيتها موجوده فيه بقى. بس وكان بقى السكينه معايا كنت انا حاططها في يعني واخد السكينه في اليوم ده ليه وانت رايح الامتحان؟ ايه؟ واحد رايح امتحان واخد سكينه ليه يا وانا رايح انا شاريها من 3 ايام من قبل الامتحان، طب ما سبتهاش ليه في البيت؟ واخدها ليه المنصوره السكينه؟ هي كانت بعتلي تهديد انها تعمل فيا وكذا وكذا، فانا مش ضامن اي حد كان قبل يعني عشان تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي. طيب ليه اول ما قربت من الفوضى ضربتها ليه؟ ادافع عن نفسي، وفي نفس الوقت انا بقى جيت في اليوم ده. ايوه. قلت خلاص بقى لو حصل فرصه وكده هقوم جاي بقى ايه منتقم بقى لنفسي بقى وخلص عليه. وهي بقى جت في اليوم ده بقى، جت بقى في الباص عماله بقى طبعا هي جت في الباص جاي وانا بقى انا واقف بقى ايه عشان اركب، فانا شايف عماله بقى تتريق بقى، مش عارف مين اللي جنبها ما خدتش بالي، عماله تضحك وكده. تريقت جوه الباص؟ ايه؟ جوه الباص. جوه الباص. نعم. فاتعصبت بقى واتضايقت بقى، اللي هو انت بقى يعني ايه تستاهلي بقى كل شويه تبص. انا قاعد الباص احنا قاعدين ورا، الشباب بيبقوا ورا والبنات قدام. نعم. كل شويه مش عارفه تكلم صاحبتها اللي جنبها وتتضيق وتبص وتضحك وكده. فانا بقى اتضايقت، اللي هو انت وهي ما تعرفش ان انا معايا سكينه ولا حاجه. نعم. فخلاص بقى اللي هو انا قفلت بقى وقلت اتضايقت بقى، يعني حاجه زي الطريقه بتاعها قفلتني، اللي هو انت حتى لو انت في حالك وانا طب يا محمد الباص بياخد وقت قد ايه من المحله للمنصوره؟ نص ساعه بس. نص ساعه. في النص ساعه دي ما حاولتش انك تقول يعني ملوش لازمه وارجع يا واد بلاش قتل ولا حاجه؟ ما هو انا بقول لك بقى، انا بحكي لك الفتره دي الكلام ده كله في النص ساعه، اللي هو عمال اتكلم واحده جنبها تهيألي هي معانا برضه في اللي هي منا ولا حد تاني؟ لا ده واحده مسيبه شعرها زيها. طب اتفضل. مش عارف مين. اتفضل. هي عماله تتكلم، كان في النص ساعه دي انا اقول ايه، هي ما بتعرفش ان انا معايا السكينه، اقول بلاش ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت اللي هي عماله تكلم اللي هي جنبها دي ويبصوا ويضحكوا ويتريقوا، ما اعرفش بيقولوا ايه، بس من معرفتي يعني ايه مستنتج اللي هم الكلام اللي هم بيقولوه يعني وانا من قبل كده خلاص بقى انا يعني ايه انا شايل منك، فانت حتى لو انا شايل منك وانا مقرر وجيت في يوم زي ده لقيتك في حالك وكده هتغضب، لكن انا كنت انا يعني الحاجات اللي في الباص دي ضايقتني. نعم. انا لو انا مقرر ولقيتها في حالها وما بتعملش حاجه وانا مقرر 100% انا هتغاضى بقى، هي مش واحده ما في حالها ايه. نعم. ما بتعملش حاجه. لكن انت السبب في كل ده، وانت اللي مدمره حياتي. المفروض بقى انا اللي اقعد اتكلم وانا اللي اقعد اضحك وانا اللي اقعد اعمل، ما عملتش الكلام ده كله وانت اللي قاعده بتعملي الكلام ده. طيب وصلنا عند الجامعه ونزلتوا عند الجامعه، هي نزلت الاول ولا انت الاول؟ ما هو البنات بقى اللي بينزلوا الاول. البنات نزلوا الاول. كويس. هي نزلت وبعدين انت نزلت. كلمتها ما حاولتش تكلمها تصالحها ولا حاجه؟ ما هو انا بقى لو كنت اتكلمت لو كنت اتكلمت كان ممكن يحصل زي ما هي عملت في الكليه وتقول ده يعني تتبلى عليا، وانا ساعتها كان معايا. طيب بدات ضرب فيها ازاي يا محمد لما نزلت وانت نزلت وراها؟ مش فاكر هو، بس انا ضربتها اللي هو مش فاكر، بس انا كانت هي قدامي وانا ضربتها بالسكينه. طيب. كانت قدامي وانا ضربتها. طيب سين يا محمد.
هل انت نادم؟ انت ندمان يا محمد على قتلها؟ ندمان طبعا، لان انا في الاول وفي الاخر اذيت اهلي طبعا واذيت طيب يا محمد يعني هل ما كنتش حابب الموضوع يوصل لكده، بس يا فندم لو جيت للحق المفروض امها هي اللي طب هسيبك من المفروض هي دلوقتي. اللي تتسأل عن الكلام لا ده كله، سيبك هي من السبب. المفروض. اسمعني ايه مفهوم الحب عندك يا محمد؟ انت شايف الحب يبقى ازاي؟ بمفهوم بأي طريقة انت شايف الحب ازاي؟ انا بحب واحده لازم ياخدها يقتلها؟ لا، الكلام ده اللي بيقولوا أهلها. انا بسالك انت، انا دعوه بده. لا نعم. ما هو بيقول لك بيبقوا متجوزين وبيسيبوا بعض، مفيش الكلام ده. نعم. لكن طيب لما انت بتحبها اللي يزعل ان انت تبقى كويس مع حد والحد ده يستغلك اللي يزعل واللي يأثر في الواحد ان انت تبقى كويس مع حد وما عملتش معاه حاجه وحشه، والحد ده هو اللي يستغلك ويضحك عليك الناس ويقل بيك ويبهدلك وكده. بس انما الحب ما قبلنا وبعدنا حبوا وهيحبوا وعادي، يعني مفيش مشكله. يعني مش لانها رفضتك. لا نعم. مش انا رفضتني. لو انا حاطط في دماغي كده كنت عملت الموضوع ده من زمان. نعم. لو انا حطيت في دماغي كده، لكن لا. انا طيب انت عايز تقول حاجه ثانيه يا محمد؟ عايز اقول بس اللي هو طبعا مفيش حاجه هتبرر اللي انا عملته، لكن كل واحد بيبقى بيعدي على فتره في حياته بيبقى غصب عنه. لكن الحق بقى اللي هي اهلها هم اللي المفروض يتسالوا عن الموضوع ده، هم السبب وهم اللي ماشي. شكرا يا محمد، شكرا يا محمد. الدفاع بترفع ايدك، اتفضل. اولا انت مع حضرتك مستلم النسخه اليوم لسه، هنديك اجل تطلع طبعا. طبعا ده امر مفروغ منه بدون ما تطلب. عايز تساله في حاجه؟ اتفضل، لو في سؤال جوهري اتفضل. ايوه يا فندم. والدها يا سين من محمد، الدفاع، سين من الدفاع. هل طلب منك ان تذهب وتحضر ابنته بعد تغيبها وتركها المنزل؟ ايوه طبعا. ده في بدايه العاده اللي ما بينه وما بينه بيقول لي معلش السؤال انا اعيده تاني عشان سيادتك تركز معايا. مش مصر